بص على يد لعيب نادي الزمالك. هنا اللاعب بيستخدم اليد زي ما احنا شايفين مع بعض. طيب بص على القدم، هتلاقي فيه التحام بالقدم واضح جدا. فين بقى حكم الفيديو؟ يعني لعبه زي دي ضربه جزاء واضحه، بتشوفها بالفيديو وبتشوفها اثناء الماتش بس مباشر. كان لازم حكم الفيديو اللي موجود على الفار يقول له تعالى شوف ده فيه التحام بالقدم وفيه استخدام باليد، لكن هنا الحكم ما اتدخلش، وطبعا قرار خطأ جدا من حكم. اول حاجه هنشوفها مع بعض، هنا الحكم حسب مخالفه على لعيب بتروجيت. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب وصل للكره ولعبها، ولاعيب نادي الزمالك هو اللي مكمل في رجل لعيب بتروجيت. هنا الحكم حسب المخالفه على لاعب بتروجيت، وطبعا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحلقه اللي بعديها، وهو الهدف بتاع بتروجيت اللي لعيبه نادي الزمالك كانت بتعترض عليه. لما نشوف مع بعض كده اهوت، اول حاجه لحظه لعب الكره لعيب بتروجيت مش في وضع تسلل، وفي 2 لعيبه من لعيبه نادي الزمالك مغطيه التسلل بمسافه. طبعا هنا حكم الرايه اخطا، لان المسافه بعيده تماما ان حكم الرايه يقع في خطا زي دوت. 2 لعيبه من لعيبه نادي الزمالك مغطيين التسلل، لكن هنا خلاص الفار انقذ الموقف. لكن لما نشوف مع بعض بقى تكمله اللعبه، هل في خطا في بدايه اللعبه ولا لا؟ لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب بتروجيت ولاعيب الزمالك الاثنين بيستخدموا اليد مع بعض. فطالما الاثنين بيعملوا نفس المخالفه، الحكم ما ينفعش يحسب مخالفه على لعيب فيهم، لان الاثنين بيعملوا نفس المخالفه. فطبعا هنا احتساب الهدف قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، والحلقه دي مهمه جدا، وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق نادي الزمالك، ونشرحها مع بعض كده بالفيديو. هنشرحها مع بعض واحده واحده. اول حاجه هنا هوت الحكم شاف اللقطه ديت اللي هي يد لعيب بتروجيت. طيب في لقطه تانية حكم الفار هو اللي يقدر يشوفها، اللي هي يد لعيب نادي الزمالك اليد العكسيه. هنا لعيب بتروجيت قدام الحكم اليد واضحه، لكن قدام حكم الفار كان لازم يجيب الحكم ويقول له تعالى شوف بقى. هنا لعيب نادي الزمالك برضه بيستخدم اليد وبيشد لعيب بتروجيت زي ما لعيب بتروجيت استخدم اليد هنا هوت في نفس اللعبه. لعيب نادي الزمالك باليد العكسيه اللي الحكم طبعا طالما هو في الوضع ده صعب جدا يشوف اليد بتاع لعيب نادي الزمالك، كان لازم هنا دور الفار يتدخل ويقول له تعالى شوف. هنا في استخدام باليد من الاثنين لعيبه، وزي ما قلنا ان القانون بيقول طالما في مخالفه بنفس الطريقه من الاثنين لعيبه ما بتتحسبش على اي لعيب مخالفه. فطبعا هنا احتساب ضربه الجزاء قرار خطا. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا بقى لعيب بتروجيت كان بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض اول حاجه بص على يد لعيب نادي الزمالك. هنا اللاعب بيستخدم اليد زي ما احنا شايفين مع بعض. طيب بص على القدم، هتلاقي فيه التحام بالقدم واضح جدا. فين بقى حكم الفيديو؟ يعني لعبه زي دي ضربه جزاء واضحه، بتشوفها بالفيديو وبتشوفها اثناء الماتش بس مباشر. كان لازم حكم الفيديو وحكم موجود على الفار يقول له تعالى شوف ده فيه التحام بالقدم وفيه استخدام باليد، لكن هنا الحكم ما اتدخلش، وطبعا قرار خطأ جدا من حكم الساحه ومن حكم الفيديو كمان. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا لعيب الزمالك كان بيطلب من المخالفه. لما نشوف مع بعض هتلاقي لعيب بتروجيت وهو طالع بيستخدم اليد وبيسند على لعيب الزمالك. هنا الحكم ما حسبش حاجه وقرار الحكم قرار خطا. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بطريقه غريبه جدا من لاعب الزمالك على لعيب بتروجيت. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا في تدخل بقوه من لاعب الزمالك على قدم لعيب بتروجيت. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا برضو في تدخل بقوه من لاعب بتروجيت على قدم لعيب الزمالك. هنا الحكم حسب المخالفه بس كان لازم يدي اللاعب برضو انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا في تدخل بقوه من لاعب الزمالك على قدم لعيب بتروجيت. اللاعب كان عنده انذار والحكم اداله الانذار الثاني، وهنا طبعا قرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه نادي الزمالك وفريق بتروجيت. لو انت وصلت نهايه الفيديو تنساش تعمل لايك للفيديو.